السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله فيديو مشتريات. اشتريت بعض حاجات كانت ناقصة البيت، وقلت اوريها لكم يمكن تستفادوا منها بافكار. اول حاجة معايا هو الدقيق. الدقيق انا بشتري دهب عادي يا جماعة، مش عارفة انتوا ما بتحبوش ليه. دهب ما شاء الله في المعجنات بالذات بيطلع جميل جدا. كان ناقصني دقيق فاشتريت دهب. ده كان عامل 20. اشتريت طبعا نشا، ما اقدرش استغنى عن النشا. ما فالدقيق والنشا في البيت حاجة أساسية عندي. بعد كده اشتريت ملح بونو. معروف طبعا، ما ينفعش نشتري حاجة غير ملح بونو. اشتريت الكمية اللي تكفيني كذا شهر. اشتريت طبعا مكرونة رفيعة والعدس الاسمر معاها، ده علشان الكشري. انا عيالي بيحبوا الكشري المكرونه رفيعه، مش المكرونه اللي هي الخاتم الكبيره. بيحبوا المكرونه الرفيعه اللي زي دي. سبحان الله، هي اذواق يعني. هم استطعموها مكرونه رفيعه بيحسوها احلى بالكشري. وطبعا بما ان الشتا داخل لازم العدس، عدس بشعريه او شوربه عدس. وده نص كيلو، واشتريت معاه نص كيلو فاصوليا. برضو لو في طبيخ كده، في يوم نعمل طبيخ لحمة او حاجة. واخر حاجة عندي اللي هي الفول علشان الطعمية. وعلبة السمنة انا بشتريها روابي، هي اوفر لي الروابي واحسن. يعني انا حاسه ان هي كطعم احسن واوفر. ما بستعملش سمنه كتير، بتقعد معايا ما شاء الله شهرين او 3، لان دي كبيره، علبه كبيره مش صغيره. وعمنا الحاج الكبير خالص اشتريت سكر. لا الحمد لله السكر دلوقتي متوفر. فانا اشتريت سكر. هو سكر تموين، بس في ناس بتبيعه، يعني مش عارفه ازاي، بس يعني هو سكر التموين. ممكن تكون ناس مش محتاجاه كده، وناس الله يساعد الناس كلها يا رب تقدر تستغني عنه، ف بتبيعه. فانا اشتريت سكر تموين. اشتريت 4 كيلو. يساعد معانا برضو مع الكمية اللي موجودة عندي اساسا. بس يبقوا بس حبيبي معلش، كتكوتي لازم تمسي على الناس كلها. دول 4 كيلو هيساعد. بس دي كانت مشترياتي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.